السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. قبل اي حاجة صلوا على النبي، ولو اول مرة تخشوا عندنا انزلوا حالا دلوقتي اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكوا كل فيديو احنا بننزله. طبعا للناس الجميلة، الناس العسل اللي عايزين نعمل مقالب في بلال، فانا قررت يا جماعة خلاص ان اللي جاي يعني اللي جاي احلى او على الايد واكل زي ما بيقولوا يعني. ماشي، فانا قررت بقى باذن الله الايام الجايه دي كلها اقعد امخمخ لبلال وافكر له واوقعه في شر اعماله، ما انا مش هسيبه. فانا قررت النهارده بقى ان انا اعمل مقلب في بلال حلو كده محترم لذيذ كده. ماشي، وفكره المقلب ولا ما اقولكوش فكره المقلب؟ ما تيجوا تتفرجوا على المقلب احسن. بس هي فكره المقلب عشان انا ايه، ما بعرفش اخبي يعني، فاهميني؟ اللي هو ان انا لازم اقول كده. هي فكره المقلب ان انا مسافره، هي فكرة المقلب كده. ماشي، بس انا مش هقول، مش هحرق اي حاجة. خشوا اتفرجوا على المقلب وقولوا لي في الكومنتات حلو ولا لا. ولو حد عنده فكرة مقلب حلوة قوي تطلع من نافوخ بلال كده تجننه اكتر، اكتبوا لي. او مش اكتبوا لي في الكومنتات عشان بلال ما يشوفهاش، خش على رقم الواتساب، رقم الواتساب بتاع القناه معايا. اللي عنده فكره مقلب يقولها لي. وتعالوا نشوفوا بقى ايه اللي هيتم دلوقتي وايه اللي هيحصل لبلال. تعالوا نشوفوا، تعالوا نشوفوا عشان عندي حب استطلاع كده وعايزه اشوف رد فعله ايه. يلا بينا. وارقصوا وغنوا يا بنات، ارقص يا ولد. عندي خبر جامد 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 جامد. غنى ولا ورقص ولا، يلا ولا هيصوا ورقصوا يا بنات. فرحيني فرحيني. عندي خبر بس مش ليك انت. يعني مش فاهم. يعني الخبر مش بتاعك انت. يعني مش فاهم. يعني الخبر مش بتاعك. اللي مش فاهم ده انا هطلع اقعدك على الترابيزه. يعني ايه مش فاهم؟ هو ده كلمتني بالترابيزه. هو ده كلمتني. ماشي، وقفل ورا الباب وبعتت لي زياره شخصيه لمده اسبوع. فين الباسبور بقى؟ الباسبور معايا شايل. طب ما فين هو؟ هاته. انا بص فرحانه يا لهوي. فين هو الباسبور؟ ثواني ماشي. طب ماشي. ايه ده مش فاهم. بص قلبي، بص. طيب قلبك ايوه. انت فرحانه وكل حاجه بس ازاي يعني مش فاهم. يعني ايه ازاي؟ مش فاهمه. انت ما سافرت قبل كده قلت لك ازاي؟ لا بس في فرق ماما. في فرق ازاي يعني؟ مش في فاهمة. فرق، انا راجل انت ست. ايوه، يعني هي الست ممنوع ان هي تسافر مثلا؟ طب انت تسافري لوحدك؟ طب ما انا مسافره لست برضه يعني. ايوه مسافره لست بس انت تسافري لوحدك. طب وايه المشكله يعني؟ هي ما قالتش بلال معايا، هي قالت ايوه ما انتي. اكيد بلال مش هيبقى معاكي. طيب ايه مشكلتك؟ مش فاهمه يعني. هو إيه انت اللي- مالك؟ انت زعلان ليه كده؟ هو انا هزعل ليه بس؟ طب ما هي باين الفكرة- على وشك ان انت زعلانه بلال. فين يا بلال الباسبور يا بلال؟ اوعى ولا كده. فين الباسبور؟ افتح لي الدرج يا بلال اللي انت قافله ده. فين يا بلال الباسبور؟ هو باسبور ايه يا ريت؟ باسبور ايه؟ يعني ايه مش فاهم؟ انت واخده الموضوع واخده لا بقى انت بتاكليني بالكلام؟ انت بتضحك على ايه؟ ده مصبر. انت بتاكليني لا انا مش باكلك، اوعى ولا ادم كده بقى، اوعى. لا انا مش باكلك، بس ايه المشكله اما اسافر؟ يعني نفسي اسافر، ايه المشكله؟ طب ما يا ستي نسافروا. لا هي طب ما هي قبل كده لما انت سافرت قال لي سافر، ما قالش نسافروا. طيب انا ينفع اسافر طب لوحدي؟ وانا ينفع اسافر لوحدي؟ مش عارفه اركب الطياره مثلا؟ هخاف منها مثلا وهي طالعه؟ ايه مشكلتك؟ مش فاهمه يعني. طب ومين؟ انت المفروض تبقى فرحان لي على فكره. افرحان لك ده لما انا بسافر مسافره معايا. طب ما انت سافرت لوحدك يا ايوه بلال، ايه انا مشكلتك؟ ينفع انا راجل انت اناني أسافر؟ ليه كده؟ ايه ما تخلينيش بقى لا بجد انت اناني ليه كده؟ ما بتحبش غير نفسك ليه؟ خلاص حبيبي ثواني، خلاص بعد اذنك ثواني يا ادم. طب ولا ستوب ولا مش ستوب؟ بس انت استنى. كتر خيرها تشكر هدى. ده اسبوع يا بلال، ايه مشكلتك؟ بس لو برضه بتتكلم على العيال مفروض- هيبقوا مع ماما، مالكش دعوه. مش المفروض برضو انت حضرتك تعرفي ان جوزك ما ينفعش تسافري من غيره؟ طب وانت ايه لو انت ممكن ما اعرفش ان انا اسافر من غيرك لو احنا في مشاكل ما بيننا؟ لا ما تعرفي. وان مش انا مش اسافر انا مش والكلام من بتكلم ده. ان انت ما ينفعش تسافري. انت اصلا ما ينفعش تسافري بره البلد من غير اذني. طيب ده اول حاجه. اولا الكلام ده زمان، مفيش لا يا الكلام شيخ. ده دلوقتي. مفيش. اوعى يا ادم. وحياتك لغايه ما فيش حاجه اسمها تسافري من غير اذني. بص يا بلال، بص يا بلال، بس هفهمك حاجه صغيره ماشي. خلاص ستوب انا ما صدقت ان جات لي السفريه خلاص دي. يا جماعة بس يا ادم، انا ما صدقت ان انا جات لي السفريه دي، تمام؟ وعايزه اغير جو شويه. انت ايه مشكلتك؟ مشكلتي ان انت ما ينفعش تسافري لوحدك.
يعني ايه ما ينفعش اسافر يعني لوحدي؟ زي ما بقول لك يا تغريده، هو ما ينفعش. طب ما انت سافرت لوحدك قبل، انت اناني ليه كده؟ انا الراجل ما ينفعش انت انا عادي ما مش لكن انت ست، انا هسيبك تسافري لوحدك ازاي؟ لا ينفع يا بلال، وهسافر يا بلال. لا مش هتسافري. لا هسافر يا بلال واديني الباسبور. طب ما هو فيش انا كنت بعمل باسبور الباسبور ده ليه ان شاء الله؟ مش عشان لما يجي لنا سفريه نسافر؟ لما يجي لنا. طيب لما يجي لنا وجات لي، لما يجي لنا وجات لي رزق من عند ربنا ان انا اروح السعوديه. انا نفسي اروح السعوديه، انا نفسي اروح يا ستي، وانا نفسي تروحي والله. طب انت ايه والله مشكلتك؟ وأنا انت نفسي مش حابب تروحي. ليه ان انا اروح؟ ايوه لكن مش لوحدك، ما ينفعش لوحدك. لا ينفع يا بلال، واديني الباسبور بس. خلصني بقى كده واديني الباسبور عشان خاطر ابعت لها الصوره. يلا بعد اذنك. يعني ايه مش فاهم؟ يلا بعد اذنك قوم هات لي طب انا مش الباسبور. موافق. وانا موافقه. خلاص وانا مش موافق. طب خلاص اعمل اللي انت عايز تعمله بره عني. خلاص ماشي، شوفي جربي حظك. ممكن اديك الباسبور وجربي حظك. ايه يعني هتعمل ايه؟ مش هتعرفي تسافري ليه مش عارفه اسافر؟ عشان لازم اذني. على فكره مفيش الكلام ده. والله العظيم مفيش، كان زمان الكلام ده. اقسم بالله. لا كان زمان، دلوقتي مفيش أقسم الكلام بالله ده. لازم اذني. لا مفيش الكلام ده دلوقتي. لازم اذني عشان تسافري. مفيش. لا في ناس كتير قوي على فكره بتسافر من غير اذن جوزها. يا دي النيله. وبتروح طب انت وبتيجي. مش هتسافري يا تغريد؟ لا هسافر يا بلال واديني الباسبور بعد اذنك. طب تغريد قصري عشان بس ايه بقى ما تعصبش. ايه هتتعصب؟ هتعمل لي ايه يعني؟ ايه هتعمل لي ايه مثلا؟ عشان افهم بس. احنا لسه راجعين. خلاص عشان لسه راجعين، فسيبني ان انا اخد هدنه كده اروح السعوديه، ازور السعوديه. نفسي، امنيه حياتي. اي طب يا ستي، امنيه حياتي. انت زعلان ليه؟ انت اناني ليه؟ انا بس عايز افهم. انا قلت لك لا، قلت لك لا ما تروحيش. قلت لي لا ما تروحيش. قلت لك ما ينفعش تروحي من فلازم غيري. بقى ان انا دلوقتي ان انا اتصل بهدى اقول لها هدى معلش بقى دلوقتي ابعتي لي بلاد كمان عشان نروح. لا انا ما قلتلكيش هي ما امال ينفعش. ايه هي؟ ما انا ينفعش. يعني هي ما ينفعش تبعت لي. انا هضغط عليها هي ما ينفعش. حتى لو ينفع حد يبعت لك من هي ما ينفعش تبعت لي، وحتى لو هتبعت لي ايه وانا قلت لك انا. امال ماسك في السفريه انك تسافر معايا ليه؟ انت اناني ليه؟ انا ما قلتش عايز لا اسافر. انت اناني. هو انا قلت عايز اسافر؟ انت اناني بجد. ده اي هبل في اي عبط بقى. انت اناني وما بتحبش غير نفسك. ده اي بتنجان. لا مش اي بتنجان. هو انا قلت لك عايز اسافر؟ ما انت قلت دلوقتي عايزه اسافر، ما انا بقول لك ان انا بقول عايزه لك ما اسافر تقولي ينفعش لازم تسافري نسافر احنا من الاثنين غيري. مع بعض. لكن انا ما قلتلكيش لا اتصلي بيها قولي لها خلي بلال يجي معايا. ما انت رحت سافرت وخرجت ورحت وعملت وخليت وسويت وعملت كل حاجه تتخيلها. ايه بقى جاي عليا في الاسبوع اللي انا هروحه؟ طب انا راجل، انا عادي اعمل اللي انا عايزه. وانا كمان راجل. انت يعني بس. ايه اللي انا متجوز راجل؟ يلا ما اعرفش. تضحك على ايه انت؟ طيب خلاص يبقى انت بقى تكلمي هدى تمام وتقولي لها. هكلم هدى وهقول لها يا هدى انا مسافره وابعت لها الباسبور. لا هتكلمي هدى لا هتقولي لها بلال يا هدى بيقول لي ما ينفعش اسافر، ما ينفعش اسافر لوحدي. اكيد هي هتقدر ده. طب معلش يا بلال بعد اذنك اديني الباسبور عشان هو الاسبوع الجاي الباسبور انا بتاعك هسافر. مش حكر عليا، عادي هديهولك. طيب بعد اذنك ادهوني عشان انا الاسبوع الجاي هخلص الاجراءات الاسبوع ده وهسافر الاسبوع اللي جاي. يعني هي وقالي عافية؟ حضري حاجتك وحضري هدومك طب هي وحاجتك. عافية؟ ولو بتتكلم على العيال يا بلال فالعيال هسيبهم عند امي، دي مشكلتك انت صح؟ فانا هريحك هي من عافية الموضوع. يعني؟ هي عافية؟ يعني انت لا مسافرة بالرضا عافية؟ يا عم بالرضا. طب والله ما انت مسافرة. حلو كده؟ يعني انت حابب ان اعملي انا اللي انت عايزاه تمام. ثواني بس، يعني انت حابب ان انا ممكن اسافر من غير ما تعرف؟ عادي. جربي. هودي العيال عند امي يا وهسافر. ستي انا عايزك تجربي. ايه يعني هتعملي ايه؟ وتفي على وشي كده، تفي على وشي لو عرفتي تسافري من غير اذني. لا والله العظيم ينفع. والله ما ينفع. واقسم بالله يا جماعه ينفع. خلاص والله العظيم يا جماعه ينفع ان انا اسافر من غير اذنه. عادي خالص على فكره. ازاي يعني نعمل بيك مقلب اصلا. طب والله صدقتك. اقسم بالله صدقتك وفرحت لك وزعلت لك في نفس الوقت. عشان انت اناني. يضحك ولا ادم يا اناني يا لا يا جماعه انا والله العظيم امنيه حياتي ان انا اسافر، واقسم بالله بس طبعا اكيد يعني مش هينفع اسافر من غير بلال. والله العظيم انا اسافر عادي بس انا فرحت لها اقسم بالله، اقسم بديني فرحت لها وزعلت في نفس الوقت. يلا اللي جاي اللي على الايد واكل يا جماعه، اللي على الايد واكل. يا رب يكون عجبكم المقلب، ما تنسوناش بقى لو عجبكم المقلب الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصل لكم كل فيديو احنا بننزله. طبعا ادم زي ما انتم شايفين ستوب 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 وعمال يتكلم والله ما انت وانا مسافرة. هضحك والله ما انت مسافره. يلا بقى. عايزة بقول لك ايه يا هدى، جربي حظك. هدى بحبك ثواني قبل ما ثواني بس. على فكره فعلا والله ما ينفع تسافر من غير اذن. لا ينفع والله ما ينفع. والله العظيم ينفع. اسال يا ستي انا لسه بتفرج على ناس لسه وانا ناس. لسه بتفرج على ناس يا حبيبي.
حبيبي ماشي ومسافرين بدون اذن جوازهم. يا ماما والله لازم تاخدي تصريح، لازم تاخدي اذني. خد تصريح دفن يعني. في يا عم مالك محبكه قوي ليه كده؟ ما تنسوناش اعمل لايك والاشتراك العزيز، بحبكم جدا واستنوني في مقالب جايه كتير هتوحشونا جدا. يلا سلام.